زواج القرايب هو إنك تتجوز واحدة من نفس العيلة، إن كانت بنت عمك أو بنت خالك وهكذا، وده منتشر جدا في بلادنا. طب فين المشكلة؟ المشكلة مش في الحب ولا في العيلة، المشكلة في الجينات. جسمنا فيه جينات بتحمل صفاتنا، وفي منها اللي ممكن تحمل أمراض وراثية بس ساكتة. يعني الأم والأب ممكن يكونوا أصحاء لكن عندهم جين خبيث مش ظاهر. طب إيه اللي ممكن يحصل لما الجين ده يتقابل؟ لو الأب والأم قرايب في احتمال كبير يكونوا شايلين نفس الجين، ولما الطفل ياخد الجين ده من الناحيتين ساعتها ممكن يظهر المرض، إن كان تخلف عقلي أو إعاقة حركية أو صم أو عمي أو أمراض نادرة مميتة. الدراسات بتقول إن نسبة الإصابة بأمراض وراثية في جواز القرايب ممكن توصل لثلاث أضعاف مقارنة بالناس اللي مش قرايب. طب هل ده معناه إن كل جواز القرايب في خطر؟ الحقيقة مش دايما، لكن الخطر أكبر. يعني في ناس اتجوزوا هم قرايب وخلفوا أطفال أصحاء، بس ده مش ضمان. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا.